يا هلا بك هلا هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك الغير. عليكم حباباتي، صباح الخير عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وكاع مهنيات وكاع فرحانات وكاع سعيدات، امين يا رب العالمين. اول حاجه نبداو بها لا فيديو تاعنا كيما العاده، نصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو تاع اليوم قنبله رمضان، راها جايبتها لكم اختكم بالتفاصيل. يعني شوفوا الفيديو تاع اليوم كنت غادي نديرها غدوه، بصح يعني قلت انا نديرها لكم قبل هكا شويه قبل رمضان هكا باش تعم الفائده وهكا حباباتي، وباش تشجعوني. ربي يحفظكم وربي يخليكم ليا. اليوم هكا جبت لكم تحضيرات بسيطه وقنبله رمضان، العجينه المورقه بدون تعب بدون دلك بدون ما تقعدي تحسبي فليتور ما والو. وشوفوا كي تجي كي الكفريت، تجي ما شاء الله. وراني جربتها لكم حباباتي امامكم باش تشوفوا النتيجه، يعني ماشي غير درت لكم العجينه المورقه وصاي، راني جربتها معكم حباباتي باش تشوفوا النتيجه وهكا باش تجربوها وعينيكم مغمضين. سيرتو الوفيات اللي يديروا ثقه في وصفاتي. نقول لكم ربي يحفظكم اخواتاتي وربي يخليكم ليا على التعليقات اللي خليتوها لي في الفيديو اللي فات، على اللايكات، ربي يخليكم. وهذا الفيديو اخواتاتي شوفوا صدقا هذا الفيديو تاع اليوم راني دايرته لكم بكل حب، يعني فيه واحد المشاعر ما شاء الله. سورتو كي ندير حاجه يعني وتخرج لي شابه وتجيني ما شاء الله نقدمها وانا عندي واحده الطاقه، الله يبارك. ما عندي ما نقول لكم حباباتي. ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان يا رب العالمين، يخلي لنا صحيحتنا باش نأدوا الواجبات الدينيه على اكمل وجه. وبالنسبه خواتاتي العجينه تاع الكيش وتاع الميني باكيت اللي شاركتها معكم البارح في الروتين، راني خليتها لكم في وصفات واذواق، لا في اذواق ام احمد بالتفصيل خواتاتي، هكا باش كي تبغوا ديروا العجينه ولا تروحوا ديريكتوم للقناه وتلقوها بالعنوان تاعها الباين هكا وتطبقوها حباباتي. والعجينه المورقه تاني ان شاء الله باذن الله غادي نديرها لكم فيديو وحده مفصل مستقل في القناه الثانيه هكا حباباتي، باش كي تبغوا يعني كي تبغوا باش تروحوا لها تلقوها باينه. وجينيرالمون الفيديوهات في القناه الثانيه راني نديرهم لكم فيديوهات قصيره، يعني 5 دقائق 6 دقائق تدي فايده حبيبتي وتخرجي. ربي يخليكم اخواتاتي ليا. ما تنسوش تدعموني في هذا الفيديو بهذا باللايك اخواتاتي. اللي اول مره يشوفوا القناه نقول لكم الف مرحبا، واللي انضموا لينا جدد نقول لكم شرفتوني ونورتوني. اكيد الوفيات اخواتاتي راكم في القلب، وجنود الخفاء نعطيكم كما يقولوا تعظيم سلام. نعطيكم حباباتي تحيه، نقول لكم حتى نتوما ربي يخليكم ليا. كما شفتوا يعني شوفوا كنت طيبت الحمص، يعني ما طيبتش 100%، طيبتها واحد 60 هكا بالمية 70%، وشللته من الماء تاعه خليته يكطر مليح قسمته كما هكا في دي ساشي وغادي نديره في المجمد. دائما الساشي اللي نبغي نخدم بها ونحطها في المجمد تاع الفريجيدير باش تجيني سهله نجبد بها، والساشيات الاخرين نديرهم في المجمد الكبير. وبالنسبه للقزبر وكاع خواتاتي هاد الايامات راني ونمنشري كيما هكا ربطه نقيها ونديرها في المجمد هكا في رمضان ان شاء الله. دائما ننصب القدره تاعي بربطه تكون مجمده، وفي الاخير ندير ربطه فريشكه هكا باش تجي شابه. يا حباباتي شوفوا جيتكم الوصفه تاع العجينه وراني باغيتكم تركزوا معايا هكا باش تعطيكم نتيجه ما شاء الله. هنايا خواتاتي درت كيلو تاع الفرينه، درت فيه نص ملعقه كبيره تاع السكر، ودرت فيه نص ملعقه كبيره تاع الملح، وغادي ندير رشه صغيره تاع خميره الحلويات، ماشي باكي وماشي نص باكي وماشي ربع باكي، رشه صغيره. هذه من بين الاسرار اللي يخليها كي الكفريت. هنايا خلطت هذوك النواشف مع بعض وغادي نجي ندير السوائل شا عندي كاس تاع زيت قسمته على 3، درت 2 اجزاء منه، يعني ماشي نص فوق النص. هيا حباباتي 2 يعني ثلثين تاع كاس تاع زيت. الكاس يرفد 250 مليلتر، ماشي نص اخواتاتي وماشي ربع وماشي كاس قل ربع. الكاس تاعكم عينكم هي ميزانكم، قسموه على 3، عمروا 2 منه زيت. هيا خواتاتي ودرت ربع كاس تاع خل. غادي ندخل هذاك الزيت والخل مليح في الفرينه نبسسها غايه، ومن بعد نجيب 2 كيسان تاع ماء، 2 كيسان تاع ماء عن ماء عادي من السباله.
عطيتكم المقادير مضبوطه، 2 كيسان تاع ماء، وغادي الكاس الاول نديره كاع، الكاس الزاوج نخلي منه قد ربع ونبدا نعجن. هذاك الربع نزيدوه غوت غوت. هيا خواتاتي باش العجينه تاعنا ما تجيناش طريه بزاف ومن بعد نقعدوا نزيدوا الفرينه. تعرفوا بلي العجينه المورقه غراماج، يعني ماشي نزيدوا الفرينه كيما نبغوا حنا. هيا حباباتي، ونلموا العجينه تاعنا، غادي نتحصلوا على عجينه متماسكه وفي نفس الوقت شويه طريه تعاوننا، ماشي يابسه بزاف كاع بزاف كي نجيو نحلوها حتى كتافنا يقعدوا يسطروا. لا حباباتي، وما نديروهاش طريه بزاف قد اللي ما تنجحش معانا. 2 كيسان تاع ماء، هذاك هو العبر المناسب. الكاس تاعي 250 مليلتر، وغادي نبدا حباباتي نعجن فيها كيما هكا، نلمها، يعني ماشي تعجنوها كاع تدلكوها وتقعدوا تضربوا رايحين مولين ولا لا خواتاتي، غير لموها هذا مكان. غادي نغطيها ونخليها تريح باش تعطيني الطعم، باش كي نجي نخدم نجي ندخل فيها الزبده تعاوني في التوريق. هذه هي خواتاتي، انا نجي نلمها كيما هكا، نغطيها بالساشي ونخليها قلت لكم تريح 10 دقائق ولا. هنايا من بعد كي تفوت 10 دقائق غادي نجبدها ونبدا نخدم فيها. هنايا خواتاتي نعاود لكم كيلو فرينه، 2 كاس تاع زيت، ربع كاس تاع خل، نص مغرف تاع سكر ونص مغرف تاع ملح، ورشه صغيره فتيته تاع خميره الحلويات. هيا حباباتي، درك غادي جبت العجينه تاعي بعد اللي فاتت عليها ربع ساعه باش كي نجي نحلها تعاوني. وغادي حباباتي شوفوا هنا خاصكم تفهموني، انا العجينه قسمتها على 2 لخاطرش البوطاجي تاعي صغير ما يساعفنيش باش نحل هذيك العجينه كاع تاع كيلو فرينه، ما غاديش يساعفني. دونك انايا قسمت العجينه على 2 باش نخدم نص ونعاود نولي نخدم نص. هيا خواتاتي، نتوما تبغوا ديروا رطال فرينه قسموا المقادير على 2. رطال فرينه فيه 3 كاس تاع زيت، وفيه خواتاتي 2 مغارف تاع خل. هايا حباباتي، مغرف صغيره تاع سكر، مغرف صغيره تاع ملح، ونص الرشه الصغيره تاع خميره الحلوى. هنايا نجي العجينه تاعي، يعني هنا نص العجينه تاعي غادي نحلها، يعني حلوها مستطيل ولا مربع ورقوا قد ما تنجموا باش تجي الفيطاش تاعنا مليح. وانا قبل ما نبدا نخدم زبده التوريق تاعي جبتها من الفريجيدير هكا باش ما تقعدش يعني جامده وما تقعدليش يابسه بين الطبقات. هيا خواتاتي، هنايا بعد اللي حليتها اكيد كيما قسمت نص العجينه غادي نقسم نص زبده التوريق. زبده التوريق تاعي فيها 500 غرام، غادي ندي 250 غرام، نصها يعني بالخدمه عينك يا ميزانك. حطيت قدامي الفرينه وراني نسكرفش فيها في الجهه الرقيقه، وكي نشوفها بلي بدات تتعجن في يدي نعاود نديرها في الفرينه هكا باش تخرج لي مبشوره وتخرج شابه. هنايا نشوفوا نوزعها كاع على سطح العجينه بالتساوي كيما راكم تشوفوا. وهنا من بعد الا شفتوا رواحكم بلي عندكم بلاصه ما فيهاش وبلاصه فيهاش غادي ديروا، غادي تحكموا هذاك الخدمي تاعكم، ديروا في الفرينه وتقعدوا توزعوا في هذيك الزبده. اتونسيون ديروا بيدكم باش ما يعني ما تتعجنش، لانها الزبده تاعنا جبدناها من الفريجيدير قبل. هنايا غادي نجي نروليها، على بالي بلي هذه الطريقه كاع تعرفوها، بصح جديد في الطريقه والسر في الطريقه هي طريقه التوريق. ما تقعدي تحسبي فليتور، ما تبحر لك، ما تستنيها تريح، ما والو. هنايا خواتاتي حكمت هذاك البودان تاعي، بلاطيته كيما هكا شويه بيدي، وغادي نجي نحله كيما راكم تشوفوا واحد 20 سنتيم ولا في العرض. والطول خواتاتي طولوا، يعني تضربوا في الطول قد ما تنجموا. هنايا نشوفوا هكا بويقات صغار نجموا هكا بالخدمي تاعنا نتقبوهم نخرجوا منهم الهواء. وشوفوا حتى لهنا راه كلش واضح وكلش ساهل، تنجموا تعطوها غير لبنياتكم يديروها. وراني شاركتها معكم كاع العام اللي فات، بصح الله غالب فيديوهات اختكم ما يدوش حقهم من المشاهده عليها حباباتي. بغيت نعاودها لكم سورتو مي رانا في تحضيرات رمضان، وعلى بالي بلي كاين الوفيات اللي يديروا ثقه في وصفاتي. هنا غادي نجيو للفيطاش تاعنا، هنايا درتها المره الاولى، عاود غادي نديرها المره الثانيه. هنا اقل شيء ديروها 5 دورات ولا 6 دورات، يعني قد ما تطولوا البودان تاعكم قد ما يجيكم التوريق اكثر. هنايا درتها على 6 مرات كيما راكم تشوفوا. هنا هذاك النص اللي شفتوه ما لحق لكمش كاع، زيدوا ورقوه شويه حتى اللي يلحق لنا الدوره كامله كيما راكم تشوفوا خواتاتي. هنايا في هذه المرحله غادي نخليها غير شويه تريح، راكم عارفين علاش نخلوها تريح؟ باش يعني تساعدنا في التوريق، ما نغبنوش فيها. بصح تبغوا تحلوها هنا حلوها هنا حباباتي، لكن الاختيار. هنايا للامانه انا خليتها ريحت شويه ورحت للنص الاخر تاني درت له نفس العمليه. هيا صح خواتاتي، نتوما نعاود نكرر لكم، الا عندكم البوطاجي كبير خدموا على ضربه.
هنايا خواتاتي بعد اللي خدمت النص الثاني عاودت وليت لهذا النص الاول لقيته ريح شويه، غادي نحله على شكل مربع كبير ولا مستطيل كبير كيما تبغوا. وهنايا خواتاتي رقوا كيما قلت لكم باش يجينا التوريق شباب. هنايا غادي نحله كيما شفتوا. درك هنا غادي نجي ندير لي تور تاوعي. هنايا خواتاتي تاني كيما قلت لكم كلش راه واضح. هنا لي تور تاعي غادي ندير، غادي نطويها المره الاولى ونزيدها المره الثانيه ونزيدها المره الثالثه، والسلام والصلاه والسلام على رسول الله. كيما شفتوا حباباتي نعاود لكم الاولى والزوجه والثالثه، وشوفوا لي هذاك الفيطاج وشوفوا لي هذيك النتيجه مبهره ما شاء الله. ما ضليت تحسبي في لي تور، ما دخلي فريجدير ما والو. وهنا للامانه غادي نقلع مرسو ونشاركه امامكم، غادي تشوفوا خواتاتي قدامكم وتشوفوا النتيجه. هنا غادي نديرها في بابي فيلم. وهنا دائما كيما نوصيكم المعجنات، الحاجه تاع العجين، الحاجه تاع الفرينه كثروا لها البابي فيلم هكا باش ما تلمناش الريحه. حاجه تاع فرينه دائما تلم الريحه في المجمد. هنايا كما شفتوا لويتهم في البابي فيلم، غادي نديرهم في المجمد وغادي نخلي المورسو اللي غادي نشاركه معكم. للامانه انايا ما درتش غير هذه الكميه، كنت درت كميه واحده اخرى ما شاركتش معكم لاني درتها في العجانه اللي عاونتني. ها هي خواتاتي وهذه درتها امان باش تشوفوها. هنايا حكمت غادي نجربها معكم بواحد الوصفه السهل الممتنع اللي نعتمده في شهر رمضان. هنا ما كنت موجده لا حشوه لا فاص لا والو. هنا حكمت خواتاتي حليتها وغادي نديرها على شكل مربعات متساويه. هذيك العجينه اللي تبقى لي ما غاديش نعجنها، غادي نخلي لها التوريق تاعها وندسها. ها هي حباباتي هنايا درت لها حكمت، كان عندي طون درت الطون، درت شويه تاع جبن مبشور نوعيه ماشي جيده اطلاقا بتاتا ماشي مليحه النوعيه، بصح معليش سلكت راسي ودرت لكم هكا الوصفه باش تشوفوا النتيجه. هنايا دوك المربعات طويتهم ووحده درتها مثلث، غادي نجي كيما هكا نطليهم بالبيض وغادي نديرهم في الفور اللي كنت سخنته من قبل. الكوشه خواتاتي خلوها تحمى مليح مليح مليح. ومن بعد ديروا دخلوا البلاطو تاعكم الفوق، ما ديروش في الوسط لا، طلعوه الفوق خواتاتي وعطوها وقتها، خلوها طيب على راحتها باش العجينه باش التوريق تاعنا هذاك يطيب. باش تشوفوها غير تحمرت هي تحسبوها طابت والداخل الفيطاج يقعد عاد ما طابش. هنا دخلتها في الفور تاعي اللي كان مسخن غايه، خليتها هكا واحد حوالي 7 دقائق 10 دقائق ونقصت لها وخليتها على راحتها حتى تشموا ريحه هذيك الطياب الشابه. بعد اخواتاتي كي شفتها يعني ديفلوبت وشفت باللي الطبقات تاعها طابو، درت لها طفيتها من الاسفل وشعلت لها من الاعلى وهوت البلاطو لتحت وخليتها تدي تحميره. يا ساعدها اللي عندها الفور فونتيلي يعني تجيها تحميره ما شاء الله. وما غاديش نزيد نشكر بزاف لانها الصوره تعبر عن نفسها. وشوفوا لي هذاك الفيطاج وهذيك التحميره الشابه وهذاك يشوفوا لي كيفاش ديفلوبت. يعني شوفوا جات تسخف، جات ما شاء الله، جات بنينه، جات تشهي، جات تحمق بجميع اللهجات قلتها لكم. شوفوا جات ما شاء الله. وننصحكم حباباتي جربوها، درت لكم كما قلت لكم من سبق الوصفه يعني قبل هكا حباباتي باش يعني تكون عندكم ثقه في النتيجه اللي راها امامكم. ما تحسبوا لي تور، ما تكسروا لسانكم، ما والو، مع اختكم السهل الممتنع. وشوفوا لي حباباتي يعني كان هذا هو لا فيديو تاعي، وغادي نخليكم تسمعوا القرمشه مع حباباتي القرمشه وتشوفوا النتيجه ما شاء الله خواتاتي اللهم بارك. شوفوا حباباتي هنا خرجت كاع وليداتي باش ندير لكم الحس نحلكم حبيبات تشوفوها كيلمي فاي يعني ما شاء الله. ما عندي ما غادي نزيد نشكر فيها لانها الصوره تعبر عن نفسها، لا تعب لا حلال. ما تقولي تحسبي فليتور ما والو، السهل الممتنع والبنين والناجح. ما عندي ما نقول لكم حباباتي. خيرت هاد الحبيبه نحلها لكم كما راكم تشوفوا، ما من الحشوه يعني درت حشوه غير هكا كما قلت لكم غير باش نسيي معكم. شوفوا لي حباباتي هذيك التقرميشه وهذيك الله يبارك. شوفوا لي يعني اون ديري ميلفاي. شوفوا ماشي اون ديري ميلفاي شوفوا لي هذيك الحشوه من الداخل وهذاك الجبن عاد. شوفوا درت لها جبن غير من هذاك غير رخيص، ما درتش غريير ولا شيدار ولا. شوفوا لي خواتاتي ديك الحشوه بصح شهيه بازو على العجينه ما شاء الله كيما شفتوا. شوفوا ميلفاي غوفريت. شوفوا
الله يبارك. ان شاء الله حباباتي تستفادوا من لا فيديو تاع اليوم. ما تنسوش اختكم باللايك، ربي يحفظكم، لانه صراحه تاع ربي راني شويه هيانه بصح على خاطركم درت الكوراج وقلت خاصني نفيد خواتاتي بهذه الوصفه. ربي يحفظكم ان شاء الله، في امان الله، والسلام عليكم.